بتاع واجي اقعد على جنب اسالني سؤال فيه مش عارفه اي حاجه فيه، وداويها بالتي كانت هي الداء. السلام عليكم. بما ان هو موسم امتحانات وناس كتير بدات تراجع بقى ونلم المنهج وكده، في حاجات مهمه قوي في المذاكره، او يعني خطوات مهمه جدا في المذاكره. اول حاجه هترجعوا للفيديو اللي فات اللي انا قلت لكم عليه، ولازم تبقوا عارفين ان انا براجع اكتر من مره عشان الحاجه تتنقل من الشورت تيرم ميموري، من الذاكره القصيره للذاكره طويله المدى اللي هي هتفضل معايا كذا مره. تاني حاجه عشان اضمن ان انا افتكر وان انا ما اتلخبطش، لازم اول حاجه عندي في المذاكره ان انا لو اول مره هذاكر حاجه لازم اعمل لها بيز الاول. يعني انا لما اخش اذاكر موضوع ما اخشش اجيب الموضوع كله واقف من اوله لاخره هخلص البتاع واجي اقعد على جنب اسالني سؤال فيه مش عارفه اي حاجه فيه. ليه؟ لان كله صح في بعض. فانا هعمل ايه؟ هبني بيز الاول، يعني هحط قواعد اساسيه من الموضوع، يعني هذاكر عناوين اساسيه الاول، يعني هثبت العناوين الاساسيه دي اول مره في المذاكره، بثبت عناوين وباخد فكره ان جنرال عن الموضوع. تاني مره بحط كده شويه ديتيلز خفيفه، يعني سب تايتلز كده، يعني بحط عنوان صغنن تحت العنوان الكبير كده، يبقى انا عمري ما هنسى الموضوع بيتكلم على ايه، ولا ان انا اتوه في النص. لا، ليه؟ لان انا خلاص مخي بقى متسيستم، انا حطيت 1 2 3، بعد كده لما اجي احط ديتيلز هتبقى الديتيلز بسيطه. تاني حاجه بتوه، ما هو اصلا العناوين كلها في بعضها، ده شبه ده شبه ده مش فاكره، وبعدين الموضوع الاولاني شبه الموضوع الثاني، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ تاني طريقه، وداويها بالتي كانت هي الداء، اللي هو ايه؟ انا هذاكر المتشابهات الاول. كان عندنا كذا ماده في الكليه كل حاجات شبه بعض، البارا والمايكرو والفارما. الفارما دي اللي هي ادويه كل العالم، كل ما هو دواء في العالم في الفارما. والمايكرو دي كل الجراثيم والبكتيريا اللي في الدنيا. والبارا الطفيليات، اي حاجه ثانيه غير دي دم بقى وحشرات وكله. متخيل ان انت كل واحده فيهم تعرف بشخصها ازاي وبتعمل ايه وباخد لها دواء ايه؟ فاللي هو فكان عندنا دكتوره جميله قوي قالت لنا على طريقه، او بقت هي بتشرح لنا بطريقه خلت الدنيا بقت سهله جدا جدا. ايه بقى؟ كلهم كذا ما عدا كذا ليها كذا وكذا، كلهم بيتعالجوا بالدواء ده ما عدا فلان وفلان وفلان بس بيتاخدوا كذا. فخلاص انا مخي بقى متسيستم، مستحيل انسى، مستحيل اغلط، خلاص. فاحنا هنعمل كده بالظبط، نفس الطريقه اللي حد بيحفظ قران. هتجيب المتشابهات الاول، دي كانت في كذا وبعدها كذا، ودي كانت في كذا وبعدها كذا، اثبتهم في مخي واكتبهم في ورقه، هاجي اسمع عمري ما هغلط فيهم. ليه؟ عشان انا اصلا ثبتهم الاول بنفس طريقه البيز. بس في البيز انا ثبت الموضوع ان جنرال، هنا في البيز انا ثبت اللي شبه بعض الاول، وبعد كده احط بقى اللي مش شبه بعض واللي مختلفين. خلاص عمري ما هنسى. تالت حاجه الخرائط الذهنيه، وانا بذاكر احط لنفسي علامات لما ابص لها افتكر الموضوع. كان عندنا دكتور جميل قوي في الكليه اسمه دكتور ماجد مشين، ربنا يديله الصحه. كان له في كلمه كده على دواء اسمه اكربوزيا حلو، عمري ما انساها. ليه بقى؟ انا عمري ما انسى، كل هو بيكتب لنا جنب كل دواء كلمه، بحيث ان انا اما اشوف الكلمه افتكر اللي هو قاله، فافتكر بقى الكلمه اللي هو قالها دي هو كان حلو ليه؟ ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا، فعمري ما انسى. ليه؟ لان انا عملت لمخي خرائط ذهنيه، دي اسمها خرائط ذهنيه، ان انا بحط لنفسي او بعلم علامه على حاجه معينه، بحيث ان انا لما اجي ابص تاني وانا براجع يوم الامتحان، انا لو فتحت الكتاب وعيني جت بس على العلامات اللي انا معلماها، خلاص انا لميت الموضوع وثبته في دماغي، فبقى وقت المراجعه اسرع. انا بقيت براجع وبذاكر كتير بس باسرع. ليه بقى؟ لان انا لميت، مش كل مره اقعد اعيد من الدرس بقى من اول وجديد، لا خلاص انا في بيز، انا عارفه في الموضوع ده اللي هو بيتكلم عن كذا وكذا وكذا، ده كان فيه كذا وكذا وكذا، وخلي بالكم ان كان في النص ده، والموضوع الثاني العنوان الثاني كان هو كذا وكذا وكذا، وفي النص ده وده، خلي بالنا ان ده دول الاثنين دول بالشبه مش عارفه ايه كده. فخلاص انا لميت الدنيا، عمري ما هنسى، عمري ما هغلط، واطبق بقى اسئله اسئله اسئله، فخلاص الدنيا هتبقى سهله. خلوا بقى الطريقه دي معاكم في الترم الثاني كله للثانويه العامه وللناس اللي بتراجع امتحانات كليه. تقريبا دي طريقه المذاكره في الكليه من اسهل الطرق، يعني الكليه عايزه كده بس ايه، واحد كده مصحصح ومركز ويذاكر كده بصياعه، يعني بحرفنه، هيجيب تقدير حلو جدا. الثانويه العامه الفتره اللي جايه دي كلها بالطريقه اللي انا بقول عليها دي هتقفله في الامتحان ان شاء الله، وربنا يوفقكم.